نيو كومرز. صراحة عايزة أعرفكم شوية عن طب المنوفية من حيث المكان وكده. اول حاجه انتوا هتيجوا من كل مكان عشان توصلوا لشارع مكسيم، وهو ده الشارع اللي بندخل من خلاله للكليه. وصراحه هتلاقوا حرفيا كل حاجه في الشارع ده، مكتبات وبقالات وكل حاجه. ومن الحاجات المميزه برضو اللي محتاجين تعرفوها ان بعد نهايه الشارع خالص على اليمين هتلاقوا مكتبه قرطبه ومكتبه باص اللي هتحتاجوهم مع الوقت. برضو لو عايزين تطبعوا اي حاجه عندكم مكتبه رساله موجوده في نص الشارع. ونيجي بقى للمهم، خلاص هي دي بوابه اللي احنا ندخل منها، وبعد كده هتلاقوا البوابه دي واللي هندخل منها للمبنى نفسه. في بوابات تانية بس خلينا في دي دلوقتي. المهم انتوا دلوقتي موجودين في الدور الارضي، واللي هتبصوا على يمينكم هتلاقوا فيه طرقه. الطرقه دي فيها الخزنه ورعايه الشباب وحاجات تانية كتير. وكمان على شمالكم هتلاقوا شؤون الطلاب واللي هتحتاجوه علشان تخلصوا اوراقكم هناك. وطبعا مش هننسى الكافيتيريا اللي تقدروا تقعدوا هناك تستريحوا فيها ما بين السكيشن وتاكلوا اللي انتوا عايزينه. هنطلع بقى لفوق ازاي؟ عندك اسانسير وكمان سلالم كتير، اختار اللي انت عايزه منه. بس لو هتطلعوا على الاسانسير فده الاسانسير بتاعنا احنا كطلبه اللي نقدر نستخدمه. بس معلومه كمان، السلم ده والاسانسير هما بس بيوصلوا للدور الخامس، فلو هنطلع الدور السادس تقدروا تكملوا على السلم ده. وبالنسبه للصوره دي فممكن تاخدوها سكرين شوت عشان تبقى كدليل ليكم تعرفوا لو هتحضروا محاضره في مدرج معين او تعرفوا هتروحوا السكيشن في انهي دور. معلومات اكسترا بقى لو عايزين تعرفوها، عندكم في الدور الرابع مكتبه الكليه واللي تقدروا تقعدوا فيها هناك، وما تقلقوش المكان هناك بيكون هادي خالص. معلومه اكسترا تاني، هتلاقوا في الدور الثالث مركز القياس والتقويم واللي بيكون فيه هناك كمبيوترز عشان لو هتمتحنوا عليها MCQ ولا حاجه. ومعلومه اكسترا اخيره عشان تبقوا عارفين الاماكن اللي حوالين الكليه، فانتوا هتلاقوا عندكم معهد الاورام، وكمان لو رحتوا شمال وطلعتوا قدام شويه هتلاقوا العيادات التخصصيه وكمان معهد الكبد علشان تبقوا عارفين ايه هي الاماكن اللي حواليكم. واخر حاجه بقى اكسترا خالص هي ان احنا نتصور فين. هتلاقوا اللوحه دي عندكم في الدور الارضي، واللوحه دي موجوده في الدور الثاني، تقدروا تتصوروا معاهم ولا عزاء للي هيتريقوا عليكم. وبس كده.